ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم يا رب. تعالوا بينا بقى نعمل الكوارع التحفه دي في اقل من ساعه، صدقوني والله اقل من ساعه. احب اعرفكم بنفسي في البدايه، انا ايمان من قناه الشيف ايمان الميداني. اتمنى لاول مره يشوف قناتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا معايا هنا رجل، بس رجل ايه، عجل صغير. تمام. هي ما بيبقاش موجود فيها يعني الوقت ان هي تستوي كتير على النار، بس طبعا صغيرة وحلوة يعني، مش وارخص من التانية كمان. جبت هنا في البداية حلة، حطيت عليها مية كده لحد ما غليت. وطبعا احنا غسلنا الكوارع بخل ونقعناها بخل ودقيق وليمون لمدة ساعتين. وهنا بقى بحط في المية كده بصلاية متقطعة وطماطماية وكم فص توم. تمام. وكم ورقة لوري، وهنزل فيها كده بالكوارع بتاعتي اللي متقطعة قطع. تمام. هغطي عليها بقى لحد ما تغلي خالص، وخلاص هتخش في التسويه. هبدا ان انا اضيف عليها بقى الملح. عايزه اقول لكم والله ما اخدت وقت خالص على النار، بس للمعلومه طبعا الكبيره بتبقى احلى. في ايه بقى؟ هتنزل لك شوربه دسمه كتير، هتنزل لك عصب كتير كده يعني. تمام. حطيت هنا ملح وفلفل اسود، وسبتها برضو تغلي شويه كده مع الملح والفلفل الاسود وكلام من ده. بس عايزه اقول لكم معلومه، مش عارفه كان ليه طعم الشوربه مسكر قوي، يمكن عشان هي صغيره ولا ايه. انا اول مره اجيب الكوارع الصغيره دي. جبت هنا طاسه، حطيت فيها كده معلقه زبده على معلقه زيت، وهقطع كده كام رغيف بلدي عندي، ممكن انت تقطعي شامي، ممكن المتاح بالنسبه لك. تمام. هتعملي ايه دلوقتي يا امان؟ انا هشوح العيش كده في السمنه والزيت، وحطيت له كمان معلقه من الثوم عشان يديها ريحه وطعم حلوين كده هما بيتشوحوا. وصلت للون للون ده، خلاص كده بقت تمام معايا. هجيب تاني برضو قطعه من الزبده، هضيف عليها برضو معلقه من الزيت. وهضيف بقى، هعمل بقى دلوقتي ايه الصلصه اللي هنعمل بيها الفته. تمام. جبت كده كام فص توم، يعني حوالي 10 فصوص توم كده مفرومين. حمرتهم وحطيت لهم نص معلقة كزبرة بالشكل ده، وشوحتهم لحد ما بقى لونهم ذهبي. نزلت فيهم بقى ايه بحوالي 3 معالق من الخل، وحطيت نصها على الشوربة هنا. تمام. بتديها طعم وتست عالي. وغليتها غلوتين برضو مع الشوربة. وهنا كان عندي صلصة مفرزاها، فطلعت كيس كده حطيته في قلب التومة، ولحد ما فك وتسبك بقى بالشكل ده. حطيت عليه ملح وفلفل اسود، وكده بتبقى الصلصة بتاعت ال- الفتة جاهزة معايا. تمام. هنا طبعا بقى بحط قطع الكوارع في قلب صينية زي ما احنا شايفين كده، وهدخلها الفرن من غير ما ادهنها صلصة ولا اي حاجة خالص. تمام. تاخد لون بس. وبصفي الشوربة هنا عشان تبقى ما فيهاش اي بصل او اي آه، توم او طماطم او كلام من ده. ويلا بينا نعمل الفتة الجميلة بتاعتنا دي. رصيت هنا طبعا العيش في قلب الطبق، وكان عندي رز ابيض. اكيد طبعا كلنا بنعرف نعمل الرز الابيض، فعشان كده ما عملتهوش معاكم هنا في الفيديو. ونزلت عليهم كده بشوية شوربة من بتاعة الكوارع، ورحت جاية نازلة عليه بقى ايه بصوص الصلصة اللي انا جهزته وعملته. وخلاص بقى كانت الكوارع معايا خدت لون حلو ذهبي كده زي ما انتوا شايفين. ورحت جاية رصاها على الطبق من فوق، وكده بتكون جاهزة معايا الكوارع والفتة. والف هنا وشفا. وما تنسوش التفاعل مع الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وخدوا مشاركة عندكم. كل سنة وانتم طيبين يا رب. كانت معاكم ايمان من قناة الشيف ايمان الميداني.